السلام عليكم متابعين ديالي الغاليين، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ بالاخص هذا الفيديو ديال اليوم ديال البنوتات ديال امهاتنا. نوضي يا لاله تهلاي ليا في راسك. نشارك معكم ان شاء الله وصفه جديده ديال التبريمه. صراحه عجبتني. انا كنديرها معتمده عندي هاد التبريمه دائما، وقت ما تنبغي نمشي الحمام تنديرها. صراحه زوينه بزاف البنات، كتخلي لحمك بيض ورطب. عرفتي كتزول لك اي تسبغ عندك في الجسم ديالك، كتزول عليك. فنه فنه يا البنات. انا هاد التبريمه يا البنات اللي تنستعمل. دابا المكونات ما موجودينش عندي باش نوريكم كل حاجه بوحدها. دائما كنجيب المكونات، كنطحنهم انا بيديا وكنستعملهم. ولكن دابا مع ما كانوش عندي سالاو ليا، مشيت عند واحد الاخت كناخد عندها هادشي ديال العشب، خديتها عندها موجوده. المهم المكونات اللي فيها البابونج، الخزامه والشيح والريحان والقرنفل والورد. هادو اللي كاينين في هاد الطبريمه دابا اللي غادي ندير هنايا في هاد البواطه باش نخلطها. بغيتو تزيدوا الحنه اختياري، انا ما درتوش هاد الطبريمه حيت ما فيهاش الحنه نهائيا. بغيتو تزيدوا الحنه، بغيتو تزيدوا العكر الفاسي. انا هنا ما زدتش العكر الفاسي وما زدتش الحنه حيت ما عنديش، وداكشي علاش ما زدتهم. المهم كتجيبي هاد الطبريمه هكا، فيها الشيح وفيها البابوج والخزامه والريحان القرنفل والورد. المهم هاد المكونات راني قيتهم لكم هنايا كاملين. كتاخدي منها تقريبا 2 معالق على حسب انتي اللي غتستعمليها، ولا تستعمليها مع صديقتك في الحمام، ولا تستعمليها مع بنتك. انا هنا درت 2 معالق تقريبا ديال هاد التخليطه، وغندير معاهم صابون بلدي، يعني اي صابون بلدي انتي كتستعمليه. صافي كيف ما كتشوفوا البنات، وكتخلطوها كتزيدوا معاه. بغيتو يعني ما عندكمش الحساسيه من الحامض، كتعصروا واحد نص حامضه معاه. انا ما تنقدرش نستعمل الحامض نهائيا، درت معاه تقريبا غير شويه ديال الماء تخلطات ليا. المهم نتوما غتشوفوا. نتمنى لا فيديو يعني يكون واضح ليكم ان شاء الله. المهم كيف ما كتشوفوا تقريبا انا درت هنايا 2 معالق، 3 المعالق تقريبا اللي درت هنا وغنخلطهم يعني باي صابون. كيف ما قلت لكم اي صابون نتوما كتستعملوه، صابون بلدي عادي، ولا هذاك اللي معاه الورده، ولا هذاك اللي معاه آه، العكر الفاسي، ولا كل واحد واش من صابون كيستعمل. المهم انا كنستعمل هذا، هو اللي عندي. المهم كيف ما كتشوفوا غادي ناخذها وغادي نزيد معاه تقريبا واحد شويه ديال الماء، وغادي نخلط هاد المكونات كاملين كيف ما شفتوا. عرفتي الا كاع كنتي يعني غدا الحمام كتديريها، يعني كديريها على لحمك، يعني تقريبا ساعه قبل ما تمشي الحمام. صراحه فنه فنه كتدخلي، عرفتي الوسخ اللي تيخرج منك واعر واعر واعر. عرفتي اي تصبغ عندك في الجسم ديالك، ولا في رجليك، ولا في يديك، ولا كتخلي لك لحمك بيض ورطيب. يعني اي وقت بغيتي تمشي الحمام ضروري تخلطيها وديها معك. يعني اي وقت بغيتي تمشي الحمام 2 مرات في 15 يوم، ولا 2 مرات في الاسبوع، ولا على حسب نتوما شحال كتمشيو للحمام. دائما ديها معك، يعني هاد الطبريمه ما تخطاكش. صراحه زوينه بزاف البنات، اللي ما جربتها تجربها. هاد المكونات ما يخطاكمش، يعني تيكونوا عندك موجودين في الدار. وقت ما تبغي تمشي الحمام خدي يعني تقريبا 2 معالق ولا 3 معالق وخلطيهم، وديري معاهم الصابون بلدي وشويه الحامض الا ما عندكش الحساسيه. الا ما كانتش يعني ما كتستعمليش الحامض، ديري معاهم غير 2 معالق ديال الماء، وخلطي المكونات كاملين وديهم معاك. صراحه زوينه بزاف البنات، غير جربوها والله راها زوينه بزاف. نتمنى تعجبكم، ونتمنى هاد الوصفه يعني تنال الاعجاب ديالكم بزاف.
نتمنى اللي جربتها ترد عليا في التعاليق كيف ديما، وشكرا لكم بزاف بزاف على التعاليق الزوينه اللي تتخليو ليا. شكرا لكم بزاف، بكم كنزيد نتشجع ملي تنشوف دوك التعاليق، والله الا كنفرح وكنزيد نتشجع باش نصور معكم اي حاجه عجباني. هادشي اللي كاين البنات. نقول لكم هنايا وصلنا للنهايه ديال الفيديو. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم وما نكونش طولت عليكم بزاف. نتمنى دائما نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. وشكرا لكم بزاف بزاف على الدعم ديالكم، وشكرا على التعليق الزوينه اللي تتخليو ليا، وشكرا للناس اللي داخلين عندي جداد. الا يعني اي واحد داخل عندي جديد، نتمنى يضغط على زر الجرس باش بقى يوصلك اي جديد ان شاء الله. من طبيعه الحال الا كان يعني محتوى عجبك واي وحده نتمنى تبارتاجيني عندها، الله يجازيك بخير فضلا منك وليس امرا. الا كانت يعني من طبيعه الحال يعني كان المحتوى ديالي تعجبكم، نتمنى تبارتاجيوني عندكم. واخا يعني تنلقى فيديوهات ديالي ما فيهمش مشاهده بزاف، يعني دي كمية مشاهدة 200 مشاهدة ما كتوصلها على 3 ايام 4 ايام، ولكن ماشي مشكل. نتمنى منكم ما تبخلوش عليا، حيت فريمون محتاجه لكم بزاف، يعني هاد القناه محتاجه ليها بزاف. بكم غادي نزيد نتشجع، وغادي نزيد ان شاء الله نصور معكم ان شاء الله كل نهار باذن الله الا بغى الله سبحانه وتعالى. صافي هنا، خليكم على خير، نتلاقاو شي فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.